مرضى عبير النزي اللي تبرعت بجزء من كبدها لمريضة اسمها وش اسم المريضة؟ بشاير الرشيدي. بشاير الرشيدي، وكانت بين الموت والحياة وانقذت هذا المرضى. أنا أهنيك والله. كإنسانة أحاول إنه أشعر في الناس الثانية مش كممرضة. أنا تبرعت كإنسانة مش كممرضة. الله يرحم والديك. ايش تقولي للناس اللي بيتبرعوا؟ للناس كثير يتفاجئون انه يمكن يخاف انه لو تبرع بالكبد انه ما تنمو الكبد، يعني شغلات طبيه انا ما فاهمها بصراحه، لكن ابيك توجهي رساله لكل من يشاهد. صحيح، التبرع في الكبد ما يضر المتبرع ابدا نهائي. حتى عندك الطبيب لما يجي يعمل عمليه للمتبرع يكون حريص ايوه انه يكون المتبرع في السيف سايد، يعني اهم شيء عندهم المتبرع. فهم يعملون الفحوصات اول شيء، المتبرع سليم يعني يقدر يتبرع. الشيء الثاني بعد التبرع تكون يعني الامور الحمد لله كلها سليمه، يعني شهرين 3 شهور بالكثير ويرجع الوضع الطبيعي. يرجع الوضع الطبيعي. الكبد عندك وعاء نموي، يعني ما تحتاج خياطه نفس اي عمليه ثانيه. العضو نفسه ما يخيط لانه وعاء دموي يرجع يلتحم من نفسه. طيب انت الان كم لك من تبرعتي؟ كم لك؟ 5 شهور. طيب في اعراض تحسين بشيء؟ ابدا الحمد لله. وش تنصحين اللي يتابعونا ويشوفونا الان؟ انه الكل يتبرع، انه تكون ظاهره التبرع في الاعضاء هي نفس التبرع في الدم. الامر جدا سهل الحمد لله، الامر مره سهل، والحمد لله الله سخر الناس البعض. الحمد لله الله سخرنا هذا الشيء، واتمنى انه كل الناس، يعني رساله اللي اوجهها انه اتمنى كل الناس تتبرع، اتمنى الكل يتبرع. الله يبيض وجهك ويرحم والديك، وانت مثال فخر واعتزاز وشرف ونخف احترام وتقدير لمبادره. خلي لك ذا العجوز ويطول عمرها ويرحم والديكم.